تمام، كان عندي كتير أقوله بس ما عنديش وقت، وحاسة إنك ما كنتش سامعني أساسًا بس قشطة. أنا عارفة إن الوضع بقى في الجحيم خطير، دي حاجة وحشة جدًا وليها خساير كتير، بس لو جم عندنا الفندق وعلمناهم الخير جوه هاسبن أوتيل، أنا بسبق الأحداث صح، الإبادة. انتوا بتيجوا تبيدونا مرة واحدة كل سنة، ده شيء متعب جدًا سفركوا لحد هنا، بس لو جينا لكم الجنة مش هتضطروا تروحوا عندنا، تفضلوا في النعيم. ويبقى يوم لذيذ في الجحيم. خليني معلش اقاطعك ونوفر وقتنا. لو قصدك ان احنا نسيبكم وتبقوا معانا في السماء، ويا ترى بقى عاوزين تطلعوا بسلم ولا اسانسير؟ سوري قوي يا حبيبتي، القدر مالوش تغيير، علشان الجحيم ابدي سوا عاتبك او لا، كان عندهم فرصة احسن يعيشوا للحق. القواعد واضحة وثابتة، مفيش داعي للمنادى، يتعذبوا طول ما ماتهم جوه النار وهي عايزة. بس حاولي تاخدي نفسك وتريحي من الكلام، سمعتك بتلمح ان مكانهم مش هناك، هم كسبوا هم خسروا، الامر اصبح محتوم، العدل فوق الجميع وبيعشقوا المخلوق. وفي وقت الإبادة بقى مليان سعادة، كل اللي بيحصل قضاء وقدر في النهاية، بس وانا ببعدكم ببقى مزقطط من جوايا. انا كنج الجيتار، الجحيم ده ابدي سوا عاجبك او لا، كان عندهم فرصة احسن يعيشوا للحق. القواعد واضحة وثابتة، مفيش داعي للمناهدة، يتعذبوا طول ما ماتهم جوه النار وهي حيدة، عشان الجحيم ابدي سوا عاجبك او لا، فبطل كلامك الفارغ لانك مالكيش حق. بما انكم حاطيني في دماغكم اللي بتولع جوه النار، انا خلاص خدت القرار، المرة دي جد مش هزار. مش قادر استنى السنة بحالها اقتلكم فيها بالدور، عارف انه كان من اسبوع بس راجعين تاني بعد 6 شهور. لا ثانية واحدة، احنا ممكن نتفاهم. اديني فرصة افهمك بس. طيب ها؟